السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. وقبل ما نبتدي الفيديو بتاع النهارده، حابين ندعي بالرحمه لكل شهدائنا في فلسطين، وندعي للابطال اللي موجودين دلوقتي، ربنا يثبتهم وينصرهم ان شاء الله. ان نصر الله قريب. والفيديو بتاع النهارده يعني اعتبروه كده ايه، دردشه، كلام من القلب، حاجات زي كده. يعني انا دلوقتي قاعده اهو لابسه ومستعده مستنيه احمد يجي من الشغل عشان رايحين على بطوط، اخواتي جايين بقى وهناكل محشي وهتبقى ليله النهارده. فقلت اعمل لكم الفيديو ده اتكلم معاكم شويه قبل ما انزل. ويعني في تعليقات جايالي بيقولوا لي يا رباب، يعني احنا كنا متوقعين ان انتي اول واحده هتطلعي تتكلمي عن القضية الفلسطينية وتقولي لنا رأيك في الأحداث اللي حاصلة والدنيا في إيه يا ربا، وانتي ساكتة ليه؟ ساعات يا جماعة السكات بيكون من ذهب، والله العظيم. يعني في كلام لا هيقدم ولا هيأخر. يعني أنا دلوقتي لما أطلع أعمل فيديو وأتكلم كلمتين، الموضوع اتحل؟ القضية اتحلت؟ ولا أي حاجة اتحلت؟ طب امال ايه السكات؟ يعني يا رباب هو الحل؟ لا، الفعل يا جماعة هو الحل. الفعل مش بالكلام. اللي في ايده حاجة يقدر يقدمها لاخواتنا يقدمها. في ناس مفيش في ايديهم حيلة غير انهم يعملوا فيديو ويطلعوا يتكلموا ويدعوا. خلاص، دي الحيلة الوحيدة اللي في ايديهم. هيعملوا ايه تاني؟ كتر خيرهم، عملوا اللي يقدروا عليه. لكن بالنسبة لي لا، في حاجات تانية تتعمل. فمش لازم ان انا اطلع اعمل فيديو واتكلم، مش لازم. هتقولي لي يا رباب يا ده انت قلبك جامد قوي، يعني انت شايفه اللي حاصل وشايفه المناظر والفيديوهات اللي مغرقه الدنيا وساكته. عايزه اقول لكم اللي جوه الموضوع غير اللي بره الموضوع. يعني اللي على تواصل مباشر بالاحداث وعارف الدنيا فيها ايه وشايف المناظر دي متكرره من كام سنه، ويعني شايف الدنيا فيها ايه وبيحاول بكامل طاقته على ارض الواقع ان كل ده ينتهي، غير اللي قاعد وبيتكلم كلمتين ومش عارف ايه. كل واحد فينا على قد طاقته، على قد اللي يقدر يعمله. في ناس لا تملك الا الدعاء، ودي حاجة كويسة جدا. وفي ناس لا تملك غير ان هي تطلع تقول رأيها، ودي حاجة كويسة جدا برضو. في ناس تانية لا، في ايديهم حيل تانية، في ايديهم مجالات تانية يقدروا يخدموا بيها القضية. آه مش لازم كل حاجة توضح، يعني انتوا فاهميني، مش لازم كل حاجة تبقى على العام. يعني ما علينا من الموضوع ده، احنا كلنا بقلوبنا وبروحنا وبكل حاجة مع اخواتنا في فلسطين، وان شاء الله نصر الله قريب زي ما بقولها لكم كده في كل فيديو. طيب، خلينا ندخل في موضوع الفيديو بتاع النهاردة. في ايه يا رباب؟ خير. هكلمكم على موضوع العربية الخاصة بتاعت مدام هناء اللي ملازماها في كل الرحلة. بس قبل ما نتكلم على الموضوع ده، حابة اكلمكم في موضوع تاني. عن استاذ محمد ابو منى المحترم اخو مدام هناء. لقيت الاشعار جايلي ان هو عامل فيديو وبيتكلم هو وبنته عن موضوع القرع العسل ومش عارف ايه، وبيقول ان في ناس طلعت تهاجمه ويقولوا ان منى بتلقح ومش عارف ايه عشان كاتبه القرع على عنوان الفيديو، وطلعت تحكي قصه القرع العسل بالبشاميل والكلام ده كله. والله العظيم ضحكتوني اقسم بالله. طبعا استاذ محمد كالعاده راجل محترم، ما بيردش الاساءه بالاساءه. يعني بيفكرني بتربية احمد جوزي كده، يعني ملوش في فتح الكاميرا والردح والكلام ده، حتى لو حتى غلط فيه بصراحة. وعن تجربة، يعني انا من الناس اللي اسأت ليه بسوء ظن، وهو ما ردليش الاساءة بالاساءة، بالعكس ده احرجني بادبه واحترامه وان هو تجاهل الموضوع. يعني ففي رجالة كده، الرجالة دي يا جماعة بتبقى محترمة، تربية محترمة، فاهمين؟ زي احمد جوزي كده. يعني سهل ان الواحد يفتح الكاميرا وتعالى يا بنت فلان وتعالى يا ابن علان ومش عارف ايه، ونقعد على المصطبه نردح، والفيديو يجيب مشاهدات ويجيب فلوس وكلام من ده وعادي جدا. لكن في ناس تربيتها بتغلب عليها، ما تقدرش تعمل الكلام ده.
في ناس تربيتها كده، ده يعني ده للاسف اللي احنا افتقدناه في المستنقع اللي احنا فيه ده. يعني المستنقع اللي احنا فيه دون، بقينا شايفين ان راجل يطلع يشتم ست ده عادي، راجل يطلع يمسك في واحدة ست كبيرة ويشتمها ويحط لها صور ده عادي برضو. شفنا واحدة ماسكة واحدة تانية وعمالة تتبلى عليها وتخوض في عرضها وتفتري عليها وتشتم فيها وتشتم في بناتها عادي برضو. يعني بقينا متعودين على النماذج دي، وبقى يعني حاجة مسلم بيها. لكن ان احنا نشوف راجل محترم بقى بيحترم دينه وبيحترم تربيته وبيحترم ولاده وبيحترم المنصة اللي طالع عليها، بيحترم الجمهور اللي بيشوفه، الكلام ده هو اللي بقى النادر بقى. متخيلين؟ فابو منا المحترم وبنته طبعا طلعوا النهارده يوضحوا الموضوع بتاع القرع العسل، وان هي ما كانتش بتنبط على حد، وانهم مش تربيتهم انهم يلقحوا على حد، وان مدام هناء برضو ملهاش علاقه بالموضوع، لان يعني مدام هناء دي متاخده في الرجلين رايح جاي رايح، اي حد من اللي حواليه يعمل اي حاجه فهي معاهم في الرجلين، او هم بمعنى اصح بيهاجموهم عشان مدام هناء. انتوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ يعني ممكن كده وممكن كده، يعني الموضوع ماشي على الناحيتين. فانا اتفرجت فقلت ايه ده؟ يعني مين اللهطل ولا الهطله اللي طلع يتكلم ان منا بتلقح، وان تقصد بالقرع العسل ده موضوع القرعه؟ يعني مين الهطله اللي جابت الافتكاسه دي؟ يعني انا عايزه افهم. ده في عز مشاكل القرعه الناس دي ما اتكلمتش في حاجه، في عز الفضايح وفي عز ما القرعه كانت طالعه على مدام هناء والكلام اللي كان حاصل ده، الناس دي ما اتكلمتش في حاجه. فايه اللي هيجيب القلعه جنب البحر دلوقتي؟ ايه اللي هيخلي اصلا منا تفتكر الموضوع ده؟ احنا نسينا القرعه من زمان، ده ماضي بقاله سنتين يعني ده بقاله سنتين بجد. هي لسه عايشه يعني عشان حد يلقح عليها؟ هي لسه اصلا موجوده عشان حد يلقح عليها؟ هي مين دي اصلا؟ ده موضوع اتقفل بالضبه والمفتاح من سنتين. الا اذا كان بقى الهطله اللي طالعه تقول الكلام دون قصده انها بقى تفتح المواضيع تاني. فرحت اتفرج مين الهطله دي، ببص عند اهرام اخبار يوتيوب لقيتها كانت عامله فيديو عن الموضوع ده وبتقول جمالات كفته برشوت اليوتيوب حراميه المحتوى بقى يسموها اسامي متنيله ب 600 نيله. وبصراحه هي بنت حلال وتستاهل اكتر من كده حقيقي. يا باراشوت انت مفيش ضمير خالص، نو ضمير، مفيش بربع جنيه عندك، مفيش. صحيح اللي يخليكي تطلعي قبل كده على بنت يتيمه وتروحي تهدديها في مكان شغلها وتطلعي تشتمي فينا من غير سبب وتعملي اللي انت بتعمليه، فعادي. لما القرعه اشتريتك ب50 دولار مش جديد عليكي ان انت تطلعي تمسكي السجات وتطبلي. لكن عدل ربنا احنا شفناه فيكي لما سبانخ روقك ونفضك بصراحه يعني انا اول مره افرح في ست انها تتبهدل البهدله دي بصراحه، بس انت تستاهلي، لان المحترم ما بينفعش معاكي صراحه. يعني اجيبها لك سكه كده، يعني اللي كانوا بيدافعوا عن صدفه ومسكوكي غسلوكي ونشروكي ودعكوا بوزك البلاط والله ما قصروا. وبالنسبه لسبانخ اللي يعني رقعك رقع على قفاكي بصراحه برضو يعني شابوه بصراحه. يعني هنقول ايه؟ انت تستاهلي، من اعمالكم سلط عليكم، مش جديد. يعني اما تقعدي لنا على ترابيزه السفره كده ويعني تطلعي وبتنوري وتعملي اللي انت عاملاه في وشك ده، مش حاجه جديده عليكي، مش حاجه جديده عليكي ابدا ان انت تبيعي ضميرك بربع جنيه وتطلعي تطبلي وتالفي وتكذبي على الناس عادي جدا. يعني اذا كان بتتبلى علينا احنا شخصيا يعني عادي، مش جديد عليكي، نا علينا. فعرفت يا جماعه ان جمالات كفته هي صاحبه الافتكاسه دي عشان خاطر تطبل القرعه، ويمكن في مخطط ما بينها وما بين القرعه عشان تطلعها تاني وتعيدها للملاعب، يعني زي ما خوخه ما بتقول. بس والله جت للملاعب ما جاتش، ولا حد سمع عنها ولا حد يقول لها انت فين يعني حتى مخطط كهبل زيكم. بس هي جمالات كفته كده، انتوا عارفين المراخير الطويله بتحب تحط مراخيرها في كل حاجه، في اي حاجه، في اي حاجه تلاقيها بتفتي، مش مشكله عادي، مع ان هي لا بتبقى متابعه الموضوع ولا فاهمه حاجه ولا اي كلام من ده. هي بتاخد كلمتين من القناه دي على كلمتين من القناه دي وتطلع تعمل الفيديو. لكن هي بتشوف فيديوهات لحد، هي بتتابع الاحداث، يعني اللهم عافينا مما ابتليت به غيرنا. هي بتطلع
اي رقع وخلاص في اي كلمتين والسلام، في اي حد يبعت لها دولارين في ايديها تقوم طالعه عادي يعني، مش مشكله ومش جديد عليها. والله ما اديك اكبر من حجمك يعني كفايه عليكي كده. فالمهم طالع ابو منى المحترم ومنى يحكوا ويقولوا ان هم ما لا قصدهم ان هم يتبلوا على حد، ولا قصدهم ان هم يلقحوا على حد، وان دي مش تربية منا، وان دي مش تربية عيلتهم، وانهم عمرهم ما يسخروا من خلق الله. وفي كومنتات دخلت لهم وبتقول لمنا يا رب ايه تلاقي شعرك على المخدة، ولا تصبحي تلاقي نفسك قرعة، ولا الكلام من ده. احب اقول لك يا منا بداية كده ان دي مش تعليقات ناس عادية، مبدئيا دي اكونتات فيك. ليه بقى؟ لان المتابع العادي هيقول رأيه في الموضوع، لكن مش هيدعي على صاحب المحتوى بحرقة الا اذا كان الموضوع يخصه. فاهمين انتوا؟ فالاكونتات دي اكونتات يا اما القرعة يا اكونت الشرشوحة، الكلام ده يعني اكونتات الشراشيح بمعنى الكلمة يعني. فدول اعملي لهم بلوك على طول، ما تتناقشيش معاهم ولا حتى تنزلي التعليق، بلوك وراح دماغك، ولا حتى تمسحيه، ده بلوك على طول وتراحي مخك. وهتلاقي من الاصناف دي كتير يعني، حتى لو عملتي اي محتوى عادي هتلاقي الاصناف دي داخله تشتمك لايا كان بقى، اللي هو ايه، انت من ريحه مغتربه، انت بتحبي عمتك، لا انتوا عيله مترابطه، لا لا. عارفه انتوا لو ضدها، لو ضد مدام هناء، يا لهوي كان زمانكم المحترمين اخواتهم الكمل كل حاجه. لكن طالما انتوا مع بعض وصلة رحم واخوات وحبايب وكده، فانتوا اعدائهم حتى لو بتعملوا اي محتوى تاني. خلاص، ودي عن تجربة. يعني انا مثلا اعمل فيديو انا وجوزي بيتكلم فيه عن العملية بتاعته وعن تعب ومش عارف ايه، الاقي ناس داخلة تشتمه وبتدعي عليه. طب ايه علاقة ده مغتربة؟ اللي هو مش انتوا حبايبها؟ لا اهو. طب المحتوى ملوش علاقة مغتربة؟ لا انتوا بتحبوها واصحابها، طب اهو عادي يعني. فاعملي بلوك وراحي مخك. انتوا لا انتوا محتاجين تبرروا، ولا محتاجين ان انتوا تتكلموا ولا اي كلام من ده. سماهم على وجوههم، شكلكوا باين ولاد ناس تربية محترمة، لا ليكوا في جو التلقيح ولا الشتيمة ولا التنمر ولا قلة الادب، ولا عمركوا دخلتوا في مشاكل ولا اتكلمتوا في حاجة، رغم الناس اللي بتسيء لمدام هناء وبتسيء ليكم انتوا كمان بالتبعية يعني. فانتوا مش محتاجين ان انتوا تبرروا اي حاجة، انتوا اكبر من الكلام ده بكتير، والناس كلها شايفة وعارفة. وكفاية يعني جملة استاذ محمد لما قال انا بفتخر بيكي يا هناء، انا بفتخر بيكي ان انت دايما رافعة راسنا. الناس بقت بتسميك الامبراطورة والملكة والاسطورة شوفي حب الناس ليك قد ايه، وانت دايما رافعة راسنا بمحتواكي وبنظافة قناتك. في ناس تانية بيتبروا منهم، هما كان نفسهم استاذ محمد يبقى كده مع مدام هناء. اللي مولعهم من استاذ محمد ايه؟ انه في ظهر اخواته، انه في ظهر اخته، انه اول ما عرف ان اخته جايه على مصر جري يوضب لها شقه العيله ويبقوا في انتظارها وقاعدين مستنيينها هو ده الطبيعي على فكره. لكن تعالوا كده نقارن ما بين ناس تانية، ولتكن الشرشوحه واخوها. هي كانت امبارح عامله فيديو زعلانه قوي ان انا حطيت كذبها على المنتدى، وحطيت موضوع الشوكولاته اللي هم ال6 بيورو. طب وانتي زعلانه ليه؟ هو انتي زعلانه ليه من الحقيقه؟ هو مش دي الحقيقه؟ هتقولي لي طب وانتي مالك؟ هقول لك طب وانتي كمان كان مالك ومال العزومه اللي احنا عملناها، كان مالك ومال الهدايا اللي مدام هناء جايباها لنا، كان مالك ومال حياه مغتربه بحالها ومال حياتنا. انتي كمان كان مالك. انتي سمحت لنفسك بالتدخل في خصوصيات الغير، فما تزعليش لما يتعمل معاكي نفس الحكايه. الله، مش كذب وداير؟ ولا انت من حقك تتنمري، من حقك تشتمي، من حقك تقلي ادبك ومحدش يرد عليكي؟ فين الكلام ده؟ مش هيحصل. هتدوقي من نفس اللي انت بتدوقيه للناس، ده الطبيعي. وبعدين انت المفروض انت جايه بعد غربه سنتين بقى، كان بقالك سنتين في الاسر، ما حدش راضي يفك اللي جام عنك ويجيبك ويعملك على مصر وبتاع، ولما تنزلك عن القواضي نزلت تجري بعد سنتين، كنت جبانه مستخبيه في الجحر ما انتش قادره تطلعي. دلوقتي طلع لك صوت ونزلت على مصر تجري.
طب نزلتي، مش المفروض بعد سنتين؟ المفروض. فين بقى الايفونات؟ فين الذهب؟ فين البرفانات الماركات؟ فين حتى الهدوم البالة اللي انت كنت بتجيبيها؟ يعني المفروض انت بقى داخله بقى بخيرك بعد سنتين. ده انت بتقبضي على قلبك قد كده من السب والردح والشتيمه وقله الادب وكل اللي انت عاملاه ده غير شنعاء خراطيم اللي بتبعت لك 4000 دولار. فيعني كل ده ما تجيبيش هدايا محترمه للناس، راح تجيب لهم 6 شوكولاتات بيورو؟ زعلانه عشان فضحتك عندهم وشافوا وعرفوا سعر الحاجه؟ ما هم يعني فلاحين ما يعرفوش الكلام ده، بس انا هنا انورهم. انا اسكت؟ ما اسكتش، ده واجبي. طب هات لهم حتى شوكولاته نوع نضيف يا شيخ. راح تجيب لهم حاجات بزيت مهدرج ما فيهوش حتى نسبه كاكاو يا شيخه. ده انت جحده والله العظيم. ده انت الكشري اللي ما اتعملكيش حلال فيكي. انت اللي مجننك من ده كله ان الحاجه وصلت بلدكم، ان الفيديوهات بتاعتك وقله ادبك وقذارتك وصلت لهم هناك، فهناك كرفينك ومدينك على قفاكي. طلعت تكذبي للناس وتقول لهم ايه؟ اصل اخويا مسافر، مسافر، فلا هيستقبلني في المطار ولا هصور معاه ولا هتشوفوه من الاخر خالص. يا سلام. طب ومراته وولاده مسافرين؟ طب اخوك التاني مسافر؟ مفيش حد ولا مسافر ولا طالع. اخوكي راح نازل بزغروفه على قفاكي بعد ما كان بقاله سنه كامله ما بينزلش حاجه على قناته. نزل اول ما انت نزلت مصر وقلت ان هو مسافر. ليه تفتكري ده؟ ليه؟ عشان يطلع يقول للناس ان انت كذابه، ان انا متبرئ منك، ان انا موجود وفي قلب البلد، وهو اللي عايز يا جماعه بوكيهات ولا اللي عايز اكسسوارات ولا اللي عايز الكلام ده يتواصل معايا على الرقم ده، انا في البلد. والناس داخله تساله على المكان فين، قال لهم تخل القليوبيه. يعني موجود. يا كذابه برخصه طالعه بتكذبي على الناس وتقول لهم اصل هو مسافر مين يا ام مسافر؟ لا، ده موجود وفي البلد ومنزل فيديوهات، بس هو مش قابل يبص في خلقتك. متبرئ منك هو والتاني، متبرئين منك. يعني بصراحه شابوه ليهم، اقسم بالله شابوه ليهم. قالوا ان انت عار عليهم. ايه اللي مجننك؟ ان انا حطيت سكرين شوت من الفيديو اللي كان لسه نازل وانت بتكذبي وبتقولي ان هو مسافر وحطيته على المنتدى. تعالى اقولك ايه اللي جننك. اول حاجه جننك ان قناته هتعلى، وطبعا ده قد النار فيكي. ليه؟ لان انت ما بتحبيش الخل لحد. انت انسانه حقوده، انت انسانه مهدده لحمك ودمك بالقواضي وواكله ورثه، يعني انسانه جحده. فطبعا هتموتي وتتجنني لو قناته اترفعت، هتشلي. بقى انا قاعده بردح بقالي 4 سنين لغايه دلوقتي، وهو يجي يطلع كده صاروخ وانا قاعده كده؟ لا والله ما تحصل. فاتجننتي ان قناته ممكن ترفع عن طريق المنتدى عندي. دي حاجه. تاني حاجه متجننه ان الناس هتقارن ما بينه وما بينك. ازاي يبقى انسان متدين وملتحي وبيقول قال الله وقال الرسول ومتبرئ منك وانتي تبقى اخته؟ الناس هتقعد تقارن. ازاي يخلق من ظهر العالم فاسد؟ الناس هتقارن ما بين محتواكي ومحتواه. ده انت اللي جننك اكتر ان الناس اللي هم متابعين مدام هناء دخلوا يعلقوا عنده وقالوا له تسلم ايدك، ربنا يبارك لك ويرزقك بالحلال، محتواك بالحلال وهتنجح، وربنا يخلصك من عار الشرشوحه. متخيله ان حط لهم قلوب على التعليقات دي؟ الناس بتقول له انت ازاي بالمنظر ده، وازاي اختك الشرشوحه؟ انت المفروض تتبرأ منها علنا مش بس على الخاص. الناس علقت له فهو حاطط لهم قلوب، يعني مش معترض على الكلام، هو متبرئ منك، هو قايل عليك ان انت عار عليهم. متخيله؟ يعني حتى هو مش معترض على لفظ ان انت شرشوحه. الناس داخله، شوفي التعليقات عنده هتلاقي الناس بيقولوا له ربنا يخلصك من عار الشرشوحه، ازاي الشرشوحه دي اختك؟ وهو حاطط لهم قلوب. لو هو بقى معترض على الكلام كان حذف التعليقات دي، لكن هو موافق. ليه؟ عارفه ليه؟ تعالى اقولك. لان ده بني ادم بيخاف ربنا، هو لسانه مربوط عن كلمه الحق. ليه؟ عشان خايف منك، خايف من القواضي اللي انت بتهدديه بيها، الورث بتاعه اللي انت شفطتيه، خايف من الاخر على دنيته.
عايز يمشي جنب الحيط، عايز يربي ولاده وملوش دعوة بحاجة، خصوصا ان لو حتى حطه في دماغه هيشيعه بالبلاوي السوداء، وانتوا فاهميني طبعا، فاهمين. فالراجل عايز يمشي جنب الحيط ويبعد عن الشر وغني له وضنايا. هو ده اللي مخليه لسانه مربوط ومش راضي ان هو يطلع يتكلم. لكن هو ضميره ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى متبرئ منك. قال ان هو ما يعرفكيش وان انت عار عليه، وان لا تزر وازرة وزر اخرى، تشيلي ذنوبك وتشيلي دنيتك. بدليل ان انت عمرك ما رفعتي له منتدى، عمرك ما كلمت الناس عليه. عارفه ليه؟ لان انت لما بتشوفيه بتشوفي نفسك في المرايه انت قد ايه قذره. لما بتشوفي الفرق ما بينك وما بينه بتعرفي قد ايه ان انت انسانه مش نظيفه. انا مش عايزه اقول اللفظ التاني اللي اوله واو، بس هو انت فعلا واو وكل حاجه. يعني بتشوفي الفرق، بتتحسري على نفسك في المرايه، ازاي اخويا وبالمنظر ده، وازاي انا كده. زي ما يكون واحد متدين وشيخ واخته تبقى فتاة ليل، هو بالمنظر ده، هو متبرئ منك. جوازك من رفائيل قناه خيرك ما بينه وما بينها، اخترت القناه وقلت له ده اكل عيش اللي باكل منه رفائيل وباكل منه البنات. هددتيه بالقواضي واكلتي ورثه وعملت اللي ما يعمل. الراجل تبرأ منك لوجه الله قصاد ربنا سبحانه وتعالى، هو اخلى ذمته منك. والا كان زمانه واقف بينسندك كده زي اخو مدام هناء، وطالع بيفتخر بيكي ويقول دي اختي انا ما تبرأتش منها، يحطك على المنتدى، يتحط هو على المنتدى عندك. لكن هو لا، هو صمم على طريق الحلال، حتى لو مشاهداته قليله 200 و 300 مشاهده عشان بيعمل اكسسوارات وكلام من ده، وانت مشاهداتك بالالاف اللي فيها ردح وسب اعراض وقذف محصنات. بس اقولك، هو لو جاله سنت واحد من الفيديوهات اللي بيعملها ديا بالحلال، فابرك له من $1,000,000 يخشوله بالحرام، لان هو عارف ومدرك ان $1,000,000 دول ممكن يصرفهم على مرض ما يجلوش منه، ما يعرفش يتعالج منه، ممكن يصرفهم على مصايب لولاده، ممكن يصرفهم على بلاوي سودا وفي الاخر ما يخرجش منها. لكن هو متأكد ان السنت الحلال ده هيخش له بالبركة، وربنا هيطرح فيه البركة، ومع الوقت هيكبر. ليه؟ لانه عنده محتوى، ومحتوى محترم. في فرق كبير جدا ما بينك وما بينه، يعني فرق السما من الارض زي ما بيقولوا. ومهما تقولي ومهما تحاولي ان انت تخليني ما اخدش في الموضوع ده وابعد عن السيره دي، بان انت تتهميني ان مش عارفه ده مركزه معاه، دي بترفعها على المنتدى، ده ايه الدنيا. مش كل الستات شمال زيك يا محاسن. لو انت شمال وممكن تبصي وتخوني جوزك وتعملي اللي انت بتعمليه، وتطلعي منصات ليليه تغني وترقصي وتقولي عايزه الرجاله في قناتي، وتروحي تتواصلي مع ده خاص، وتروحي تقابلي دون، وتروحي تعملي دون. الستات مش كلها زيك يا ماما، انت ما تميزيش الناس كلها بعينيكي. مش كل اللي فيكي هيبقى في الناس التانية. يعني الناس شايفه وعارفه انت بتكلمي مين يعني معلش، يعني مع كامل احترامي، يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر برضو يعني مش قادره استوعبك بصراحه. انا اللي عاجبني ان كل ما بتطلعي تشتمي يبقى انا معلمه على قفاكي وقفا اللي جابوكي، عارفه بصوابع العشره. عارفه يعني بصوابع العشره؟ كفايه ان انا فضحتك قصاد الناس كلها، ان الحاجه وصلت بلدكو واخواتك اخدوا منك موقف وادوكي بالجزم ومش راضيين يطلعوا معاكي، رغم ان انت عماله تعيطي لهم وتقول لهم حسنوا موقفه قصاد الناس وشكلي بقى زباله. الناس متبرئه منك، الناس مش عايزينك، الناس معتبرينك عار عليهم. انت عارفه انت بقيت عامله زي ايه؟ زي الجربه. والله بجد كل الناس بتتبرأ منك، يعني حتى القرعه اللي يعني استخدمتك في يوم من الايام تبرأت منك برضو، قالت مش صاحبتي معرفهاش. ام دود طلعت قالت معرفهاش برضو، لولا ان انا جبت لها التعليقات اللي عندك من سنين، لولا اعترفت بجريمتها معاكي. كل اللي بيقرب منك بيقول معرفكيش عشان ما يتشبهش معاكي، عشان انت عدوى جرثومه. تخيلي بقى اللي من لحمك ومن دمك رخرين تبرأوا منك. عارفه يعني ايه؟
يعني انت هتعيشي وتموتي منبوذة، منبوذة لوحدك، لا اصحاب ولا اهل ولا عيلة ولا اي حاجة. مفيش غير رفائيل عشان بياكل، عشان بتاكليه وبتصرفي عليه. تعالي كده وقفي الحنفية عنه، وقفي مصروفه اللي انت بتديهوله كده كل شهر، والله لا يقولك بالسلامة. هجيب صديقة تانية. بس بناتك، لو طلعتي بناتك وقالوا كلمة الحق ومش خايفين منك، بعيد عنك، بعيد عن ايديك، لان انت بتلسعيهم بالشمع، ويعني بتعذبيهم بمعنى الكلمة، لان انت طبعا مش ام، انت جحدة، حتى رمياهم في الغربة وشاطحة انت في بلاد الله. مالكيش لا رابط ولا ظابط ولا اسر ولا ياسين، ولا حد يقولك انت رايحة فين ولا جاية منين، ولا رامية بناتك مع رفائيل ليه اللي هو مش ابوهم، لان انت متجوزاه في 2017. فيعني لو طلعوا قالوا كلمة الحق هيقولوا برضو ان هم متبرئين منك، انهم قرفانين ان انت تكون امهم. ما انت ما تشرفيش حد. شوف انت عملت ايه في نفسك، شوف انت عملت ايه في حالك. بقالك 4 سنين تردحي، تسبي اعراض، تقصفي محصنات، تكذبي، تتبلي، تشتمي باقذر الالفاظ. اخدت ايه؟ اخدت ايه؟ اخدت صابونه. فين قناتك اللي كبرت؟ فين الفلوس اللي دخلت لك بالبركه وشفناها كده سرت عليكي؟ ولا اي حاجه. ده انت ما بتغيريش حتى الكرسي اللي انت قاعده عليه. الدهب فالصو. عملتي ايه؟ ولا اي حاجه. الفلوس الحرام بتروح في طريقها الحرام، بتروح لايه؟ لمزاج رفائيل، بس مش اكتر من كده. وهتموتي وتعيشي وانت قاعده على المصطبه بتردحي. وان شاء الله، ان شاء الله بحسن ظني بالله، ان خاتمتك هتكون وانت قاعده على المصطبه برضو بتردحي. ان شاء الله ده هيبقى اخر عمل ليكي في الدنيا، ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لام فياض، الحشرات برضو اللي بيشتموها وبيدعوا عليها ان ربنا ياخدها، وان القصف اللي شغال هي تتاخد فيه والكلام ده كله، عايزه اقول لكم ان انتوا برضو مش بني ادمين، انتوا حيوانات على هيئه بشر، والله العظيم. ليكي مننا كل التقدير والاحترام يا ام فياض، يا محترمه يا غاليه. وام فياض ستكوا وداك راسكوا مش معبراكوا ولا شايفاكوا ولا بتسمع انتوا بتقولوا ايه اصلا. متخيلين؟ ست في حياتها، في بلدها، في قضيتهم، في محتواها وفي شغلها، مش شايفاكوا. انتوا حشرات بالنسبه لها. ما تأملوش ولا تحلموا ان هي تطلع ترد عليكم، لان مقامها اكبر من كده بكتير. لكن انتوا ما تشرفوناش، يعني لكل قاعده شواذ، وانتوا الشواذ بتوع القاعده. مالك يا شرشوحه؟ تشتموا ام فياض ليه؟ ام فياض دي شبشبها برقبتك. ست محترمه، ست نظيفه، ست ما بتطلعش تغلط في حد، ست في محتواها وفي قضيتها. لكن بالنسبه لك انت عار علينا كلنا، والله العظيم. صدق اخواتك لما قالوا ان انت عار عليهم وان انت ما تشرفهمش، ومش عايزين يطلعوا ولا يشوفوا خلقتك. متخيله؟ كسره كبيره قوي قوي ان حتى مش راضيين يستقبلوك عندهم. بصراحه عندهم حق. لكن تعالي بقى نشوف اخو مدام هناء، راح وضب لها البيت، قاعد مستنيها، بيقول لها انت فخر وشرف لينا ورافعين راسنا بيكي طول الوقت. ليه؟ عشان المحتوى النضيف اللي بتقدمه، عشان انسانه محترمه، مش زيك خالص، مش طريقك انت يعني. يعني انت حتى لما بتتبلي على مدام هناء بتقولي انا شفتها في صالات قمار، انا شفتها بترقص، انا شفتها في كباريهات. طبعا مين اللي بيدخل الاماكن المشبوهه دي غير سيادتك؟ ما انت هتشوفيها ازاي؟ هتشوفيها في الحلم ولا لازم تكون انت في الاماكن المشبوهه دي؟ هتقولي لي لا، ده حد هو اللي شافه ووصل لي، مش انا. دي اختي منى، معارفك يبقوا شبهك. لو انت تعرفي ناس بتروح الاماكن دي فهم يبقى شبهك. ما انت قول لي مين صديقك اقول لك مين انت. ما هو لو دول معارفك واصدقائك اللي بيبلغوكي بالمعلومات دي، يعني هم بيتواجدوا في الاماكن دي ولا شافوها برضو وهم نايمين، يبقوا شبهك. وبعدين يعني لو دي حقيقة ما لقطوش ولا صورة ولا بتاع، وانت يعني كنت هتسكتي لو عندك صورة ولا اي كلام من التبلي اللي انت بتقوليه؟ ده انت كنت طلعت رقصت بيه،
طبعا انت ما عندكيش اي كلام من ده، انت بتهبدي وخلاص وبتتبلي على خلق الله والسلام، ومفيش حاجة فيكي الا لما جبتها في الست دي. والله العظيم بناتك اللي انت سايباهم كده وشاطحه في خلق الله، في بلاد خلق الله كده، وما انتش عارفه انت رايحه فين ولا جايه منين. يعني حتى لما رحت الامارات وقعدت عند ام حمار في الارض جنب الحمام، لما حطوا صورتك واسمك على ورق التويلت وقعدت في الارض كده، سبت بناتك برضو وما انتش عارفة هيحصل لهم ايه ومعروفة ايه، وياكلوا ما ياكلوش، يروحوا مدرسة ما يروحوش. عادي جدا سايباهم معروفة ايه للشغالة الفلبينية، هتطبخ وتمسح وتكنس وتغطيهم وكل حاجة زي الفل، زي ميسيو سيرج برضو اللي انت كنت بتسيبيله البنات وتقولوا له روح فسحهم، ومش عارفة هو يفسحهم فين يا جماعة، وخايفة خايفة خايفة من هزاره القبيح معاكي. انت متعودة على الكلام ده طبعا، يعني ان راجل غريب يهزر معاكي هزار اباحي، انه يدخل عندك البيت وجايب لك بوكيه ورد ويطلع لسانه ورفائيل بيصور عادي جدا. تروحي تشربي الشيشة مع عم رؤى هنا في القهاوي بتاعت الرجالة عادي جدا. تطلعي على منصة راجل تغني له وترقصي له عادي جدا. تروحي تواصلي مع ده خاص ومع ده عادي جدا برضو. انت كل الكلام ده انت متعودة عليه، لدرجة ان انت رحتي عند ام حمار اللي عندها ابنها وعندها جوزها وقعدت عندهم عادي جدا في المكان اللي بيشتغلوا فيه عادي جدا. انت ما عندكيش حاجة اسمها حياء. طالعة بتقولي مدام هناء وصورتنا وشوهت صورتنا قصاد العالم، وحمص الشام بقى ايه؟ ايحاءات. حمص الشام بقى ايحاءات، الشاورما ايحاءات، اي حاجة بتاكلها الست فهي بالنسبة لك ايحاءات. ليه بقى؟ لان انت تفكيرك يا عيني في الحرمان اللي عندك، يعني انت تفكيرك وبتترجمي الحاجات رايحة على طول ناحية الحرمان اللي عندك، يعني بيجولك على الجرح زي ما بيقولوا. عارفة انت لو بتفكري في حاجة تانية او ما عندكيش حرمان في الحتة دي، ما كانش هيبقى كل تفكيرك الكلام ده، ان كل الستات عندك عاهرات، ان الاكل كله ايحاءات بالنسبة لك. يعني انت سبحانك يا رب انت عندك تهيؤات، الحاجة اللي انت محرومة منها فعندك تهيؤات باستمرار ان انت بتشوفيها في اي حاجة، في اي حاجة بتشوفيها انت رايحة للاتجاه ده على طول. فيعني بننصحك يعني اتطلقي من رفقه. فين الحمل صحيح؟ فين الحمل؟ مش كنت بتقولي ان انت حامل؟ طرف الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع، زي الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، حطيتيها في شنط نظيفه. احنا شفنا اي شنط بتكذبي على الناس تقولوا انا كنت حاطاها في شنط نظيفه. شنط نظيفه مين؟ مين ده؟ في شنط يا ماما بتحفظ الحاجه زي الفريزر كده، شنط حاجات بتتلج كده، دي الحاجات النظيفه اللي انت ما تسمعيش عنها. يعني اذا كنت انت جايبه الست شوكولاتات بيورو، هتجيبي شنط تحفظ الحاجه ما تسحش؟ مش معقوله طبعا. انت اثبتت ان انت ابخل خلق الله بامانه بجد والله. وان اختك ما عملتلكيش الكشري ده مش بخل منها، لا هي عشان عارفاكي يعني منتنه، فهتعتني بيك اللي هتجيب لك ايه. كنت بتتريقي على مدام هناء واخواتها الاكل اللي بيعملوه لها والحاجه اللي بيعملوها لها، احنا ما شفناش ربع حاجه من اللي اتعملت لمدام هناء اتعملت لك. ده انت ما حدش يستقبلك، متخيله؟ الا هو مين؟ هيثم ده اللي كان بالاحضان، يا بلدنا الحلوه بالاحضان. لا علينا، انا لو هقعد اعدلك فضايحك من هنا لسنين قدام. وعشان نغيظك برضو في اخر الفيديو، احنا هنعمل منشن لمصطفى، ونبى مصطفى لا تطلع ترد عليها. اطلع قول لها قصاد الناس كلها ان انت متبرئ منها. خلي بالك الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا عارفه ان انت بتتابعنا، وهعمل لك منشن عن الفيديو ده عشان نقهر الشرشوحه نجيب لها جلطه. هي طبعا جاي لها جلطه ان مدام هناء ما راحتش مصر وراحت على الامارات، وهي اكلت على قفاها كالمعتاد. مش كنت طالعه سابقاها على مصر، اللي هو اسبقها انا الاول عشان محدش يقول ان انا اللي جايه وراها، اسبقها انا الاول واعمل ترند. حد قالك انت فين؟ حد عبرك؟ تقدري تقولي حد قالك انت رحتي فين ولا جيتي منين؟ حتى خدت على قفاكي. فين من عكر دارها؟ فين الحقايق اللي من عكر دارها؟ مش عارفه تجيبي معلومه واحده عنها، عماله تلت وتعجني في القديم، نلت ونعجن في القديم. ليه؟ ما عندكيش معلومه. ازاي ما عرفتيش ان هي رايحه الامارات؟ ازاي ما طلعتيش زعت الخبر؟ عشان تعرفوا يا جماعه انها كذابه برخصه، وانها ما تعرفش حاجه عن الست دي اصلا. كل الكلام اللي هي بتقوله كذب في تبلي، وما بتعرفش ولا حقيقه عنها، بدليل اخر حاجه اهي. اللهم لك الحمد،
يلا نشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، نديكي زيادة. واشوفكم على خير يا جماعة في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم. انا بعد ما قفلت الفيديو معاكم افتكرت ان انا ما كلمتكوش على موضوع الاساسي اللي احنا جايين نتكلم فيه، على موضوع العربية الخصوصي الخاصة اللي متاخده المدام هناء اللي تلف بيها طول الرحلة. طبعا الفيديو هيكون طويل جدا عليكم، فان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني بالموضوع ده عشان محتاج ان هو يتفصص، يعني في حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها وحقائق في الموضوع ده. اشوفكم على خير يا جماعة.